صحابك مخلينك ما عندكش ثقه في نفسك، ما بتشتغلش على نفسك ولا عايز تحسن من نفسك ولا توصل لاهدافك. وانا عايزك تسمعني بس الفيديو لغايه الاخر وتفيد دماغك، عشان انا بجد هقول لك ازاي صحابك مقصرين عليك. انت مش حاسس هم مقصرين عليك، بس انا هقول لك بالظبط هم ازاي مقصرين عليك، وعشان انا عايزك توصل لاهدافك. انا مش بعمل الفيديو ده عشان بقول لك صحابك وحشين، لا، انا عايزك توصل لاهدافك. فاسمع الفيديو لغايه الاخر وهقول لك ليه هم مقصرين عليك وانت اصلا مش شايف ان هم مقصرين عليك. عشان انا بجد عملت اكتر تحسنات، وصلت للاهداف بتاعتي بعد لما شلت صحابي على جنب شويه وركزت على نفسي. بجد حياتي اتغيرت ووصلت لحاجات انا عمري ما اتخيل ان انا اوصل لها. فكمل الفيديو وهقول لك هم ليه مخلينك ما عندكش ثقه في نفسك ولا عايز تشتغل على نفسك ولا عايز تشتغل على اهدافك كمان. في حد قال you are the average of the 5 people you hang around with. دي معناها ايه بقى؟ انت من الخمسه اكتر ناس انت بتقعد معاهم، انت اقل واحد فيهم او المتوسط فيهم او العادي اللي فيهم. وايه المشكله بقى؟ انت صحابك، يعني نرسم إيه ده؟ قلب؟ لا مش قلب. انت صحابك بيعملوا سموكينج، بيفيفوا، ما بيتدربوش، وبيضيعوا وقت، بيضيعوا وقت كتير جدا وانت بتضيع وقت معاهم، وبياكلوا غلط، بياكلوا ده اكل، بياكلوا غلط، بيعملوا كل الكلام ده، كل الكلام ده بيعملوه وانت بتعمله معاهم. فانت اقل واحد او العادي بتاع الناس الخمسه دول. فده انت لو اصحابك كلهم ما بيتدربوش، كلهم مش شغالين على نفسهم، كلهم ما عندهمش اهداف كبيره، انت كمان هتبقى زيهم. فما تقنعنيش ان انت هتبقى، لو انت مثلا لا عايز تبقى لعيب كوره. انا عندي واحد صاحبي، هقول لك قصه. عندي واحد صاحبي نفسه يبقى لعيب كوره كبير جدا، وانا عايزه يبقى لعيب كوره كبير جدا، بس هو كل شويه بيفضل يخرج مع ناس مش مركزه على نفسها، مش بتلعب كوره زيه ولا عندها نفس الاهداف. فهو كل شويه يفضل يكلمني يقول لي يا عم ده انا اكلت غلط، يا عم ده انا ضيعت وقتي مع الناس دي، يا عم ده انا عملت كذا. كل مره نفس المشكله. بس هو مش فاهم اللي هو عشان هو بيخرج مع الناس دي. انا ما بخرجش مع الناس دي، فاكيد مش هيجيلي التفكير اللي انا اكل غلط، اللي انا اضيع وقتي. لا، انا لازم ابقى اهتم بنفسي ويبقى حواليا ناس مركزين عارفين هم عايزين ايه. مثلا لو انا عايز ابقى احسن لعيب كوره في العالم، لازم ابقى حواليا ناس بيلعبوا كوره بس، ما بيعملوش اي حاجه تاني. انت لازم تبقى نفس الحاجه كده. فانت لو صحابك بيعملوا كل الكلام ده، انت هتعمل زيهم. ما تقنعنيش ان انت هتبقى الوحيد اللي فيهم اللي مختلف. وده اكيد هيأثر عليك بطريقه مش كويسه. انت لو كل شويه بتضيع وقتك، كل شويه رايح هنا، عايز تخرج يوم الخميس، مش هتوصل لاهدافك. الاهداف دي لازم تشتغل عليها، هي مش هتجيلك كده، مش تبقى رونالدو في يوم. وهم ليه مش مخلينك عندك ثقه؟ عشان هم مش لوزرز. هم مثلا، انت مثلا عايز تتكلم مع بنت، انت شفت بنت حلوه عايز تتكلم معاها، هم لك لا يا عم، لا يا عم تتكلم معايا، انت مش شايف شكلها عامل ازاي، لا خليك تتكلمش. هم اصلا بيخافوا من البنات فما بيكلموش مع اي بنت، فيقول لك لا يا عم ما تتكلمش، عامل ازاي، لا 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 خليك. فهم خلينك زيهم. انا بكره الناس اللي بتقلل من الناس. انت مش عشان انت ما تقدرش تعمل حاجه انا ما اقدرش اعمل حاجه، لا مش حاجه اسمها كده. انا اقدر، ليه انا ما اقدرش اعمل حاجه؟ انا عايز يبقى حواليا ناس بيخلوني احسن، بيرفعوني، مش يهبطوني يقولي لا يا عم انت، يا عم بتشتغل جامد كده ليه، يا عم لا انت المفروض تخرج معانا، يا عم لا انت المفروض تروح السينما. يا عم انا مش عايز اروح السينما، يا عم انا عايز اشتغل على نفسي. انا مش عايز كل حد يفضل يقول لي لا انت بتشتغل جامد، لا انت بتاكل صح، لا انت المفروض تكسر الدايت شويه، اهدى شويه. لا، كل حد بيفضل يقول لي كده. انا عايز حد يفضل يحمسني بزياده. لا يا عم انت المفروض ما تاكلش الكلام ده، اصلا ما باكلش غلط، بس مثلا يشوفني مثلا مش عارف في اي لحظه باكل حاجه غلط يقول لي لا يا عم مش المفروض تاكل كده، لا مش المفروض تضيع وقت هنا. دوت الصحاب بجد، مش الصحاب اللي هم انت بتفيب معاهم وتخرج معاهم وتضيع وقتك معاهم. لا دوت مش صحاب. صحاب بجد هم اللي بيحبوك، هم عايزاك تشتغل على اهدافك وتوصل للي انت عايزه. انت لازم تفهم كده. الناس دي كلها اللي حواليك بيحاولوا يضيعوا وقتك وياخدوا الطاقه ويستنزفوك. ايوه هم مش فاهمين كده، بس انت لازم تفهم كده. انت زي ما انا بقول الخمسه اللي انت بتقعد معاهم، انت العادي اللي فيهم، المتوسط اللي فيهم. فاعمل حسابك على كده. انت لو انت عايز تبقى عادي زيهم ماشي اقعد معاهم، بس انت لو عايز تشتغل على اهدافك ما تفهمنيش انت هتوصل لاهدافك وانت قاعد معاهم، اكيد لا. واحد زيي هيشتغل يوم الخميس جمعه سبت الاجازات كلها عشان يوصل لاهدافه. ما تقوليش انت هتكسبني وانت بتروح بلبن يوم الخميس، بتروح السينما يوم الخميس، لا اكيد مش هتكسبني. وده مش فاير برضو. عايزك تعمل الثلاث حاجات دول. اول حاجه، تبطل تتكلم معاهم في هبل. حاول تتكلم معاهم في حاجات ليها علاقه باهدافك. ممكن هم عندهم اهداف بس عشان انت بتتكلم معاهم في هبل فهم مخبيين كده. تاني حاجه، ما تخرجش مع ناس بيقللوا منك ويخلوك ما عندكش ثقه، وانت عارف لو هم بيخلوك ما عندكش ثقه. لو هم كل شويه بيقللوا منك، بيشتموك، بيهزروا، عشان انت دوت صحابك ماشي، بس هم لو انت بتحس باحساس وحش وانت معاهم دوت مش صحابك.
فما تخرجش مع دول. وتالت حاجه، الوقت اللي انت بتخرج معاهم فيه ده استعمله اللي انت تinvest in yourself، تفضل تحاول توصل لاهدافك، تشتغل اكتر على نفسك، عشان ده الوقت اللي انت دايما بتروح المدرسه، دايما بتروح الشغل، دايما تروح اي حاجه، فما عندكش وقت اللي انت تشتغل على نفسك والحاجات اللي انت بتحبها. فده الوقت اللي انت تشتغل عليه على نفسك، مش اللي انت تخرج مع اصحابك. وايوه هتبقى صعبه في اول اسبوعين ثلاثه، هتبقى صعبه، هتفضل تقول لا اصحابك لا يا عم انا هشتغل على نفسي، يقول لك لا ازاي يا عم انت المفروض تخرج معانا. بس صدقني هتغير من حياتك. الثلاث حاجات دول لو عملتهم هتعمل تحسنات وهتوصل لكل اهدافك، ويبقى عندك ثقه في نفسك انت مش متخيلها.